ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ريفيو عن مرطبات البشرة ومرطبات الشفايف اللي هي طبعا احنا بنستخدمها اغلبها في الشتاء. اول حاجة هنا ده مرطب اللي هو الكريم بتاع ايفا من لاين ايفا نفسها. ده بالجليسرين. في منه طبعا انواع كتيرة، في باللبن اشهرهم اللي هو بالعسل، وفي طبعا انواع كتيرة جدا منه، وبالخيار للبشرة برضو الجافة او البشرة العادية. وفي حاجات برضو من ايفا للبشرة اللي هي الدهنية. انا جبت بالجليسرين كانت للبشرة الجافة. هو حجمه 20 جرام. يا رب يكون واضح عندكم اهو. حجمه 20 جرام. اهو ده حجمه 20 جرام اهو. يعني حجمه صغير جدا، بس بصراحة ملمسه حلو. هو يعتبر يشبه الفازلين شوية، بس مش تقيل زي فازلين. بس هو كويس جدا على البشرة الجافة. انا مش فاكرة طبعا سعره كويس لاني جايباه بقالي كتير. وقربت اخلصه اساسا، وهو ملمسه يعني كريمي كده، ملمسه بس عامل زي الفازلين بالظبط، بس مش تقيل زي الفازلين. يعني الفازلين بيبقى اتقل شوية منه. هو ده ملمسه بيبقى ملمسه ابيض كده من جوه، ويبقى يعني قريب للفازلين شويه، بس هو بيبقى خفيف عن الفازلين نفسه. ده حجمه يا جماعه كان 20 جرام. وطبعا منتجات ايفا معروفه بثباتها وروايحها الثابته. طب بالنسبه للحاجه برضو اللي كانت نازله جديده وقتها وكنت جايباها، كان ان هو نيفيا سوفت. طبعا في منها انواع كتير، انا جبت بالفواكه الاستوائيه. ريحتها يعني شديدة شوية، بس هي جميلة، لها مفعول قوي على الايد بالذات والجسم، وهي بتستخدم للوجه والايد والجسم. حجمها يا جماعة، هي كان الحجم بتاعها 100 ملي، يعتبر الحجم المتوسط، في منه الحجم الكبير. النوع ده بيتميز ان هو بيحتوي على فيتامين اي وزيت الجوجوبا. فده يعني حاجة بتساعد فعلا على ترطيب الجسم، وبتدي طبعا تغذية للجسم نفسه او الايد، ايا كان اللي تستخدميه على مكان معين. هو انا طبعا ما انصحش ان هو يعني الوجه، بحس انه هيبقى تقيل شويه. يعني بالنسبه لريحته هتبقى تقيله شويه على الوش، الا لو مثلا بشرتك جافه فبتحتاج ان انت حاجه ترطبيها، هتبقى كويسه. يعني هو ملمسه طبعا كريمي مش زي الفازلين، ملمسه كريمي وريحته حلوه. هي طبعا ريحته نفاذه شويه على الايدين بالذات. لو مثلا ممكن لو انت ما عندكيش بادي لوشن بتستخدميه، هيبقى بديل حلو قوي ليه. بالنسبه لباديهات اللوشن اللي هي الغاليه يعني، هو كان سعره وقتها، انا كنت جايبه بقالي فتره كبيره، كان سعره وقتها حوالي 32 ونص. كان سعره وقتها مناسب. هو طبعا الحجم الصغير ده بيبقى حوالي 35. اما الاحجام الكبيره بتبقى من 45، وانت طالعه على حسب المكان اللي انت بتجيبي منه. انا طبعا مش مستخدمه منه كتير، يعني انا لسه كنت جايباه من دخلة يعني في نص الصيف، فلسه هستخدمه في الشتاء. وخصوصا ان احنا طبعا داخلين على شهر، يعني في بداية شهر واحد اهو، فالشتاء هنحتاجه كتير في الشهور اللي جاية دي. بالنسبة للنوع التاني من نيفيا، هو طبعا مشهور جدا على اليوتيوب. هو كوكو باتر اللي هو بتاع نيفيا. ده اللي هو الشكل الجديد بتاع كوكو باتر. في منه طبعا الشكل القديم، في ناس كتير عارفاه. طبعا هو ريحته جميلة جدا، بس طبعا يعني هو طبعا احنا عارفين ان الحاجات بتاعت نيفيا بيبقى داخل فيها الريحة بتاعتهم اللي هي بتاعت نيفيا نفسها الأصلية، اللي هو كريم نيفيا الأصلي اللي هو الأزرق. اللي طبعا هو بيشبه كريم جلايسوليد اللي هو شبه الفازلين. ده كان نازل منه، فنزلوا منه الكريمات اللي ما بتكونش تقيلة على البشرة، بيبقى امتصاصها خفيف. هو طبعا حجمه 100 مللي، برضو كان الحجم اللي هو المتوسط. برضو بيحتوي برضو على فيتامين اي. فجميل جدا. انا جربته بصراحة وانا بحب ريحته. اي نعم ريحته مش نفاذة زي اللي هو بالفواكه الاستوائية، بس جميل جدا، ملمسه عجبني. سواء على الايد او على البشرة نفسها. انا ده طبعا الكمية اللي انا مستخدماها مش مستخدمة كتير، لسه هبتدي استخدمه برضك في الشتاء لانه هحتاجه كتير جدا. وممكن برضو يا جماعة اللي مثلا مش عندهم بوديهات لوشن غالية بالنسبة لهم، ممكن يستخدموا البدائل دي، بتبقى حلوة جدا على الايد جدا، وبتدي برضك يعني الحاجة المناسبة اللي انت عايزاها على بشرتك. ده كان بالنسبة لإيفا ونيفيا. نيجي لحاجة تانية.
وهو من لاين مختلف خالص، هو لاين بوبانا. معروف طبعا لاين بوبانا في ماسكاته والسكرابات بتاعته. انا جربت من بوبانا نفسها اللي هو الماسك التفتيح بتاع الحليب. جربته يعني حلو جدا، يعني عجبني، وهعمل لكم ريفيو عنه لوحده بعد كده عشان اقول لكم ان هو قد ايه حلو. بالنسبة ده كان اول مرة استخدم الكريم ده. انا جبته من صيدلية، كان كريم تفتيح للبشرة وللوجه والجسم، وفي منه اللي هو شبه الماسك اللي هو الانبوبة. ده كان حجمه يا جماعة 100 جرام زي الكريمات، الحجم يعتبر المتوسط بس كميته طبعا كبيرة. انا طبعا كان سعره وقتها يا جماعة، انا جايباه من الصيدلية بقالي فترة برضو، كان 33 جنيه. فالافضل يا جماعه لما تجيبوا الكريمات دي جيبوها في اواخر الصيف او في نص الصيف، بتبقى رخيصه شويه عن ما بتخش في الشتاء، لان الحاجات دي بتزيد في فصل الشتاء جامد. طيب بالنسبه لريحته، ريحته فظيعه جدا يا جماعه، ريحته حلوه. بصراحه انا من كتر ما انا كنت بستخدمه يعني انا عجبني الريحه بتاعته. فريحته جميله جدا وقويه جدا على الايد والبشره نفسها، بيدي برضك للبشره تفتيح، بس لو استخدمتيه يوميا بيدي يعني. ممكن مثلا لو انتي مش عايزه تستخدمي فاونديشن، ده ممكن يكون بديل ليه. طيب ده كان بالنسبه للمرطبات او الكريمات اللي انا كنت بستخدمها في فصل الشتاء. طيب بالنسبه لمرطبات الشفايف، في ده اللي هو فازلين. ده كان يا جماعه، ده من لاين فازلين ليزا، ده كان نازل جديد، انا جايباه من الصيدليه ب15 جنيه بس. طبعا بالنسبه لحجمه كان يعني هايل، هو حجمه يا جماعه 20 جرام. بالنسبه طبعا لحجمه هو بيدي لون كويس. خلي في علمكم بيبقى فيه التقليد بتاعه يا جماعه بيبقى صغير وبيبقى سعره غالي. انا جبت ده من الصيدليه، فلما تبقوا عايزين تجيبوا مرطبات للشفايف بالذات اللي هي الفازلين بالذات، منتجات فازلين، يبقى جيبوها من الصيدليات تكون معروفه عندكم، بيبقى اسعارها حلوه وبيبقى برضو مضمونه شويه يعني. ده كان لونه يا جماعه لونه احمر خالص. اللون التقليد بيبقى لونه وردي، بس هو بيبقى حلو برضو، بس مش زي الاصل طبعا. يعني مش بيدي نفس الدرجة اللي انت عايزاها في الشفايف. ده كان سعره يا جماعة 15 جنيه، وانا استغربت من سعره، لان السعر اللي انا سمعته في المحل كان بحوالي 22 جنيه، وكان اقل حجم بالنسبة لده. طيب بالنسبة برضك لمرطب الشفايف التاني، انا جايباه من ماي واي. هو بتاع كيدي اللي هو بالفراولة، جميل جدا جدا يا جماعة، ريحته حلوة. انا مش فاكرة طبعا السعر، لان اسعار ماي واي بتختلف على حسب الكتالوج اللي بينزل شهريا. طبعا هو درجته حمرا طبعا لون الفراولة، بس ريحته يعني بصراحة وهم. وانا عجبني الاتنين، عجبني فازلين طبعا من غير ريحة يا جماعة، بس ده بالفراولة فجميل جدا جدا. يعني ممكن شبيه لزيت الكاكاو اللي بالفراولة اللي احنا بنجيبها من الصيدلية. بالنسبة للحاجة التانية، هي التنت بتاع بيرلي اللي هو التنت الجل. ده كان نازل جديد برضك من ماي واي. بس في ناس ما عجبهاش اللي هي الحاجات التانية، كان نازل منها درجة الفوشيا والدرجة الخوخي، في ناس ما عجبهمش الدرجتين التانيين. ده كان يعتبر الثبات بتاع ده اقوى شوية. طبعا هو عمل زي شبه اللي هي المنتجات الكورية شوية. ده درجته يا جماعة، والفرشة بتاعته بتوزع بسرعة على الشفايف، الدرجة بتاعته حمرا اهي. هو طبعا يعني ثباته مش هيبقى قوي أوي يعني زي المنتجات الكورية، بس هو جميل بالنسبة لسعره. وطبعا شكله، طبعا شكل الباكج بتاعه كويس جدا. طب بالنسبة للكود، عشان اي حد اللي عايز يشتريه، هو نازل عليه خصم الشهر ده يا جماعة. هو الكود بتاعه اهو 8433. هو ده يعتبر افضل الدرجات اللي نازلة من التنت ده. طيب بالنسبة للحاجات التانية، وطبعا انا مش فاكرة سعره، لان الاسعار زي ما قلت لكم بتختلف بتختلف شهريا بالنسبة للكتالوج. طيب بالنسبة لحاجة تانية من منتجات بيرلي ماي واي، هو المزيل الجبار. ده هو بالخوخ، ونازل مزيل تاني اللي هو بفيتامين اي، بس ده بصراحة انا اللي بجربه يعني، دي تاني مرة اجربه، بصراحة جميل جدا جدا. وريحته خوخ خوخ يعني. وحجمه حجمه 3 ملي. لا ده حجمه مش 3 ملي يا جماعة، ده حجمه 70 ملي. وده من ماي واي.
انا كنت هو بصراحه جميل جدا جدا. الميزه في المزيل ده عن اي مزيل تاني انا جربته خارج ماي واي، انه ما بتحتاجيش ان انتي يعني تشيلي على طبقتين. لا، هو اول لما مسافه ما تحطي منه حبه على المنديل او القطنه بيشيل بسرعه الموروكير على مره واحده. بصراحه هو وهم وعن تجربه. يعني انا دي تاني ازازه انا جربتها، الازازه التانية قربت تخلص، يعني تعتبر فاضلها شويه وخلاص يعني. وطبعا الاسعار باختلاف الكتالوج اللي بينزل. طب بالنسبة للحاجة التانية اللي انا جربتها وكنت جايباها في الصيف، هو شامبو بتاع فاتيكا اللي هو بالقشرة والليمون. كان نازل وقتها عليه خصم 15%، كان نازل في محل بتاع ميك اب اللي هو محلات 2.5. هو كانت وقتها كنت جايباه ب17 جنيه. بالنسبة لحجمه طبعا يعني كان السعر بتاعه مناسب، 190 ملي، كان السعر بتاعه خرافة بالنسبة لي. لان طبعا بالحجم ده ما في، لو في الصيدلية مش هيبقى اقل من 20 جنيه او 22 كمان. على حسب الاسعار طبعا، وعلى حسب، انا طبعا ما اعرفش دلوقتي سعره كام لان انا جايباه من فتره كبيره برضك. بصراحه انا استخدمته، مرتين. بصراحه هو جميل جدا وما عمليش حساسيه يعني يعني ما زودليش القشره، هو للقشره يا جماعه. انا طبعا استخدمته مرتين، فانا بالنسبه لي ريحته حلوه. انا ما جربتوش كتير الصراحه، فانا ما اعرفش التجربه بتاعته هتبقى عامله ازاي في القشره. لان طبعا معروف مع المياه الدافية وكده القشرة بتزيد في الشتاء بالذات. هنشوفه برضو خلال الشتاء وهنقول تجربتي فيه يعني اذا كان كويس ولا لا. بس هو حاليا هو حلو جدا. هو بيحتوي يا جماعة على الزبادي وبيحتوي على الليمون والنعناع، فبصراحة انا اتشجعت ان انا اجيبه. وهنشوف برضو خلال الشتاء هيبقى مفعوله عامل ازاي. بس يا جماعة ده كان الريفيو بتاعنا. يعني هو ريفيو بسيط عن بعض المنتجات اللي انا استخدمتها. في منهم اللي انا جربتها اللي هي الكريمات، وخصوصا المنتجات عموما بتاعة البشرة ومنتجات الشفايف. والمزيل كان جميل جدا جدا. اما ده خلال الشتاء هنشوف تجربتي معاه اللي هو بتاع فاتيكا، وبعد كده هقول لكم برضو تجربتي فيه بصراحة. بس هو ريحته حلوة والمكونات بتاعته اللي تشجع ان اي حد يشتريه يعني. ده كان الريفيو. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس او السبسكرايبس على الاول او الكل عشان توصلكم جميع الفيديوهات. واتمنى يا جماعه ان انتوا تشوفوا الديسكريبشن بوكس لانه بيبقى فيه لينكات بتاعه ماي واي، او اللينكات عموما اللي هي بتاعه الميك اب او مشتريات العنايه بالبشره. وشكرا لكم.